أصعب خيانة مش اللي بتيجي من عدوك، دي اللي بتيجي من حد خدمته بإخلاص، من حد كنت شايفه الأمان فطلع هو السكين. أوقات كلمة كذب بتقلب مصير بني آدم، وأوقات تانية المعروف اللي عملته هو اللي بيقف بينك وبين الهلاك. في الحكاية دي هتعرف إن الكلاب أوقات ممكن تكون أوفى من البشر، وهتفهم إن الحق حتى لو اتدفن بيخرج في يوم وينطق. ويلا بينا نسمع قصة النهاردة، بس خليك مستعد إن اللي جاي مش مجرد حكاية، ده درس يعلمك إن أحسن رد للظلم هو الرد الرباني اللي بينصف المظلوم ولو بعد حين. كان يا مكان في يوم من الأيام، وفي بلد من بلاد الملوك والسلاطين العظام، كان في وزير، بس مش أي وزير، ده كان مثال للعدل والحق والصلاح. راجل قلبه أبيض ولسانه دايما بيقول الحق ومش بيميل مع الهوى أبدا. الناس كانت بتحبه بسبب عدله وطيبة قلبه، والسلطان كمان كان بيقدره جدا لأنه كان دايما مخلص ليه طوال 30 سنة اللي خدموا فيها. بس طبعا الناس النظيفة دايما بتكتر حواليها كل شرور الدنيا، من الناس الوحشة والحقدين والحسدين اللي قلبهم كله سواد، واللي مش عاجبهم المكانة اللي وصل ليها الوزير عند السلطان. وكانوا دايما يقعدوا يقولوا هو ليه السلطان بيحبه كده، وليه كلمته مسموعة، لازم نوقعه، لازم نخلي السلطان يشك فيه. وفضلوا يخططوا ويحيكوا في المؤامرات لحد ما في يوم من الأيام جه واحد منهم للسلطان وقال له: يا مولانا، الوزير بيخونك، بيتآمر عليك. السلطان اتفاجئ من كلامه وقال له: ازاي؟ الراجل ده خدم معايا سنين. فراح الشخص الواشي ده قال له: بس كله تمثيل، احنا معانا الأدلة. وطبعا كانت أدلة مزيفة وكلام كذب ملوش أي أساس. السلطان للأسف من غير ما يتحقق من صدقهم اتخذ القرار القاسي وقال: اقبضوا على الوزير وارموه للكلاب. وكان السلطان بيربي عنده كلاب، بس مش أي كلاب، دول كلاب مفترسة، كلاب مسعورة، لو بس حد السلطان غضب عليه يكتفوه ويرموه وسطهم، والكلاب بتقطعه لحتت صغيرة وتخليه يختفي من على الوجود.